فجأة جاني تليفون وعرفت ان جاياني ضيوف ومفيش حاجة عندي في البيت. طيب اعمل ايه؟ اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش. قمت بقى بعت ولادي، حد من الاولاد جاب لي لفة جلاش ونص كيلو كنافة، وزي ما انتوا شايفين في الفيديو عملت احلى صينية جلاش واحلى صينية كنافة. بسم الله ما شاء الله عليها، كانت جميلة جدا الاتنين، مش مسكرين ولا السكر بتاعهم زيادة ولا قليل، لا السكر بتاعهم كان مظبوط وكانت جميلة جدا. الجلاش كان مقرمش وجميل جدا ومش معجن معايا، وكمان صينية الكنافة كانت طرية وحلوة قوي. بجد بجد عجبت ضيوفي وانبهروا بطعمها جدا وقالوا لي عاملاها ازاي. باذن الله الفيديو الجاي ان شاء الله اعمل لكم طريقة الكنافة وطريقة الجلاش. يعني لو مش عارفين نعمل كنافة بتتعجن مننا او بتطلع مش مظبوطة، نحاول نجهز نفسنا من دلوقتي لشهر رمضان ونعمل بدل المرة نعملها مرة واتنين لحد ما تظبط معانا. هقول لكم كمان نسبة السكر في الجلاش بتكون قد ايه، ونسبة السكر في الكنافة بتكون قد ايه، لان طبعا الجلاش ليه نسبة معينة والكنافة ليها نسبة معينة، هنعرفها مع بعض بإذن الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.